السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم يا حبايبنا في مطبخ رودي عزومة مراكبية. مطبخ رودي عزومة مراكبية بيحييكم وبيتمنى لكم كل خير، وأرجو إن فيديوهاتي تكون عجباكم يا رب، أتمنى يعني. النهاردة هنعمل إيه؟ النهاردة هنعمل الحليب المكثف المحلى، فهنعمله مش هياخد معانا 5 دقايق إن شاء الله. مش هياخد 5 دقايق يعني مقادير، لكن بعد كده بياخد يجي نص ساعة على البوتاجاز عقبال ما يتعمل، بس كتصوير مش هياخد 5 دقايق. مقاديره بسيطة، هو مكونين. معانا هنا كوباية الا ربع من السكر، معانا كوبايتين من الحليب، دي كوباية والكوباية التانية هنعايرها. هنبتدي نسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبتدي نحط اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. لبن يا بناتنا يكون لبن دسم، يعني من عند اللبان. هنحط الكوبايه التانية. زي ما شايفين كده يا بناتنا، حطينا، هما دول طلعوا 3 كوبايات من اللبن. انا عايرتهم طلعوا 3 كوبايات. وكمان تلتين السكر اللي انا حطيتهم، حطيت عليهم كمان كملت الكوبايه، يعني بقت كوبايه سكر مليانه. كله على البارد كده، وهنرفعهم على البوتاجاز عشان ندوب السكر كده. وطبعا لازم نقف قدامهم عشان اللبن ما يفرش، عشان اول ما يبتدي يغلي اللبن هنبتدي نوطي عليه خالص ونعيش معاه بقى لغايه ما يتكثف كده. قبل ما يتكثف كده بشويه هنحط له نقطه فانيليا بس. ادي كل اللي هنعمله، ويلا معايا على البوتاجاز. زي ما انتم شايفين يا بناتنا، رفعنا الحله على البوتاجاز وبتبتدي نقلب فيها. يعني نفضل نقلب فيها كده عشان السكر ما يتكثفش تحت ويعمل كرمله. يعني كل دقيقتين كده نقلب تقليبه، ودايما نبقى واقفين قدام البوتاجاز عشان اللبن ما يفرش. من اول ما يبتدي يغلي كده زي ما قلت لكم لازم نوطي عليه، وبعد كده على نار هاديه لغايه ما يتكثف معانا. هنرجع لكم بقى لما يغلي كده ويتكثف معانا شويه. فينا كده يا بناتنا اللبن بتاعنا ابتدى يغلي في مرحله الغليان دي. زي ما قلت لكم لازم نوطي عليه علشان ما يفرش، وفي نفس الوقت ياخد راحته كده بقى لغايه ما يتكثف، لان لو اتلسع مش بيبقى احلى حاجه. ويعني طعم اللسعه دي هتبقى في اللبن المحلى المكثف، احنا مش عايزينه يتلسع، فنوطي عليه خالص ومع نفسه بقى واحده واحده لغايه ما يخلص كده، ونرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده بناتنا، اللبن بتاعنا ابتدى يتكثف زي ما انتم شايفين، موطيين عليه خالص. زي ما انتم شايفين كده ابتدى ياخد اللون الاصفر معانا، اصفر خفيف كده. مستنيين عليه بس سيكه صغيره كده، وبعد كده ننزله. ما ننزلوش سميك قوي علشان هو هيتقل لما يبرد طبعا، يعني ننزل في المرحله دي بقى. حطينا نقطتين فانيليا زي ما قلت لكم، واللي حابب يحط برده معلقه، نص معلقه زبده صغيره كده للتلميع يحط، اللي مش حابب ما يحطش، دي حاجه يعني براحتكم. هنوريه لكم بقى عند التقديم. انتوا شايفين يا بناتنا خلصنا خلاص الحليب المحلى المكثف زي ما انتوا شايفين كده. خد لون اصفر خفيف كده زي ما انتوا شايفين. طبعا هو لسه سخن، اول ما يبرد كده هيتقل اكتر من كده زي ما انتوا شايفينه. وبكده النهارده طبعا هو لسه سخن مولع، بس انا حبيت اوريه لكم. اول ما يبرد الكثافه هتبقى طبعا هيتقل. وده النهارده كان الفيديو بتاعنا من مطبخ رودي عزومه مراكبيه، وشكرا ليكم. مطبخ رودي بيحييكم. اسيبكم على خير واشوفكم على خير، وشكرا ليكم.